طب ما ناخد السؤال ده بشكل مختلف. انا اصلا داخل رمضان وانا كان شعري بيقع، انا داخل رمضان وانا اصلا ضوافري بتتكسر، انا داخل رمضان وانا اصلا بشرتي فيها مشكله. بالراحه كده، بلاش نتجنى على الصيام وعلى الشهر الكريم ونقول هو السبب ان انا بشرتي هتتاثر. احنا عندنا اسباب كتيره جدا ورا تساقط الشعر، اسباب كتيره جدا ورا هيشان الشعر، عندنا اسباب تانية كتير حوالين موضوع الضوافر وموضوع البشره. فخلينا نقول ان الصيام كصيام بريء من المشكله دي. المشكله عاده هي مشكله غذائيه من الاول خالص ان لم يكن فيها جانب وراثي لو مرتبط بتساقط الشعر الوراثي. غير كده لا، حضرتك من الاول اللي اهملتي في صحتك واهملتي من الاول في العناصر الغذائيه اللازمه للشعر والبشره والضوافر. خليني اقول لك بقى ان الصيام بيساعد ان الخلايا الجذعيه اللي بيطلع منها بصيلات الشعر تبقى انشط. المفروض ان شعري يطلع اقوى واحسن وانا صايم، بس ده بشرط ان انا اصلا اكون باخد العناصر الغذائيه السليمه بتاعتي. عندنا ميزه في رمضان ان عاده تناول المكسرات بيكون افضل اثناء الشهر الكريم، بحكم يعني ان بيتجمع اليميش بتاع رمضان. احنا لو حافظنا على تناول المكسرات خاصه اللوز وعين الجمل، الاثنين دول بيساعدوا بشكل قوي جدا في تحسين اداء بصيلات الشعر، بالاضافه طبعا لان اللوز له دور كويس جدا في تحسين انواع الدهون اللي بتفرز في البشره، وبالتالي بتساعد على نضاره البشره. ولو حافظنا كمان على طبق السلطه بشكل مستمر معايا في الفطار ويمكن كمان كسناكس بين الفطار والسحور، انا خدت كميه محترمه من الفيتامينز خاصه فيتامين A وشويه معادن محترمه موجوده، دي هتساعدني بشكل كبير في الحفاظ على نضاره البشره والشعر وكمان تقليل تكسير الضوافر. نفتكر كمان ان في ميزه كمان في رمضان ان عاده في السحور ممكن يكون معانا البيض، والبيض وخاصه صفار البيض ليه دور قوي جدا في الحفاظ على نضاره البشره والشعر، لان صفار البيض هو اعلى مصدر لفيتامين B7 المعروف باسم البيوتين او فيتامين اتش، وده بتروح البنات تشتريه باسعار كبيره جدا وهي مش عارفه ان موجود جوه صفار البيضه اللي هي ما بتاكلوش. وبالتالي احنا جود نيوتريشن مع الصيام هستفيد من ان عندي بصيلات شعر جديده هتطلع احسن، اديها تغذيه كويسه، شعري يبقى احسن وكمان ياثر معايا بشكل ايجابي على بشرتي وعلى ضوافري. نفتكر دايما ان صحتنا اهم.